اولا يعني ضيفك لم يجيب عن سؤالك مطلقا، وطبعا يجتر نفس الكلام الذي يقوله دائما، الذي يكتب له ويحفظه بشكل دائم، واتمنى ان يتسع صدره وان لا يقاطعني وان يتركني لكي اجيبه كما استمعت اليه. اولا جواز السفر هذا الذي تحمله هذا الجواز الازرق هو في اخر المطاف لا قيمه له، لانه حتى رئيسكم وحتى عناصركم الذين يذهبون الى القاره الافريقيه او الى الاتحاد الافريقي يذهبون بجوازات سفر جزائريه. لا يوجد شيء في العالم اسمه جواز سفر لدوله غير عضو في الامم المتحده، يعني لا تضحكوا على الدقون وتنتجوا جوازات سفر عند مطابع الحي وتعتقدون انها لديها القيمه ولديها القانونيه. من ناحيه اخرى انت حينما تقول انك لست مغربيا يا اخي، انت تحديدا لا لنعود. لا تقاطعني، لماذا تقاطعني الان؟ لماذا تقاطعني؟ لماذا تخشى؟ ثانيا انت تحديدا انت مغربي من منطقه التكنا، لا علاقه لك لا بالرقيبات ولا بالصحراء ولا باي شيء، وابوك وعمك اغتصبه بوليزارو. يا اخي انت تدافع عن بوليزارو الذي اغتصب اباك وعمك. يعني انت عيب